السلام عليكم، معاكم محمود احمد في سلسله الدروس الخاصه بنا ان شاء الله بلغه برمجه بايثون 3 بارت 2. هنتكلم في الباي جيم. اتكلمنا المره اللي فاتت ازاي نكريت ويندو في الباي جيم. خلينا نفتح الفايل اللي كنا شغالين عليه. هو اتعلمنا ازاي نكريت ويندو اللي هي دي، وازاي نعطيلها كابتشن هنا اللي هو الاسم اللي بيظهر. تعال نتكلم النهارده ان شاء الله عن الكولرز، الالوان. اي لون في الدنيا معروف ان هو بيتكون من 3 الوان. 3 الوان الرئيسيه اللي عنده اللي هو الريد الاحمر، الجرين اللي هو الاخضر، والبلو اللي هو الازرق. بقيه الالوان بتتكون منهم الثلاثه لو اندمجوا مع بعض بيكونوا الابيض، والثلاثه لو انعدموا بيعطوا الاسود. خلينا نشوف ده كده في الكود بتاعنا. هاجي هنا هعمل كومنت اسميه colors. خلينا نعرف اللون الابيض واللون الاحمر واللون الاخضر واللون الازرق، ونعرف اللون الاسود. ركز معايا. الالوان هنا بداية تكتبها في الباي جيم بتستخدم الار جي بي، وده عبارة قيمة الريد في اللون وقيمة الجرين وقيمة البلو. بفرض ان انت عجبك لون وعاوز تجيب قيمته، هتجيب البنت برنامج الرسام. تمام كده، اختارنا اللون اللي انت عاوزه. مثلا هتلاقي هنا الريد، دي الالوان اللي انت عاوزها، الريد اهي والجرين والبلو بيتغيروا معاك اهو. يعني مثلا اللون ده انت شايفه هنا، ده البلو، وده الجرين بتاعه، وده الريد. خلينا في الملف الفايل بتاعنا. اول قيمة عندي اللي هي الريد. قلنا لو الثلاث الوان مدموجين مع بعض واخدين قيمتهم بيبقى ده اللون الابيض، عشان ده تبقى 255 255. للعلم الالوان دي من 0 ل 255، دي المينيموم فاليو وده الماكسيموم فاليو. يعني ده كل ما انت تقلل من 255 للزيرو اللون بيبقى فاتح، لكن لما يبقى 255 يبقى ده اغمق درجه من اللون، ده الابيض. خلينا نروح للريد الاحمر. اول لون قلنا عندنا اللي هو الريد، عشان كده ده هياخد قيمته اللي هي الماكسيموم فاليو. لكن انا عاوزه احمر بس، مش عاوز فيه الوان تانية، عشان كده الجرين هتاخد 0 والبلو هتاخد 0. خلينا نروح للجرين. احنا عايزينه لون جرين بس، يبقى الريد هتبقى ب0 والجرين هتبقى 255 والبلو هتبقى ب0. ده بلو. الازرق ازرق، يعني عاوز الازرق بس، يبقى الريد هيبقى ب0 والجرين هيبقى ب0 والبلو هو اللي 255. البلاك هو انعدام الثلاث الوان، يعني 0 0 0. تمام كده كتبنا الالوان بتاعتنا. تعالى بقى، المره اللي فاتت لما كنا بنعمل ران للبرنامج بتاعنا كانت الباك جراوند بتاعته سودا، دي سودا. تعالى نغيرها بالالوان اللي احنا عملناها. علشان نغيرها هنستخدم الفيل. هنيجي هنا كده ويندو، اللي انا مسميها الويندو دي، ده اللي هو بيرسم عليه، اسمها دوت فيل. هنملاها باللون. نختار مثلا الابيض، ناخده كده عشان هو كابتن كده، كنترول اس ونضغط رن. شوف ايه اللي هيظهر. فضلت برضو سودا، ما اتغيرتش. ايه السبب اللي ما اتغيرتش؟ قلنا احنا قبل كده في الفيديو اللي فات ان اي حاجه بتتكرر، اي حاجه بتحصل في اللعبه بتتغير من وقت للتاني، ونحطها في المين لوب عشان اللوب ده يشتغل عليها ويغير قيمتها من وقت للتاني. هو بعد ما بيغير القيمه لازم يعدلها على الشاشه.
يعني في حاجه اترسمت دلوقتي على الويندو دي، والمين لوب دلوقتي شغال، وحاجه اتغيرت، لازم ان انا اقول له عدل الكومه دي على الشاشه، يعني ارسمها هنا على المين ويندو. فنستخدم الابديت باي جيم دوت ديسبلاي دوت ابديت ونسيف. نعمل رن بقى لونها ابيض. ايه اللي حصل هنا؟ عرفنا هنا قيمة الالوان بتاعتنا اللي هي بتتكون من الريد والجرين والبلو. عندنا قيمة للوايت، حطينا قيمة للريد وللجرين والبلو، وحطينا قيمة للبلاك. قلنا الوايت اللي هو الماكسيمم فاليو بتاع الثلاث الوان، الريد والجرين والبلو، والبلاك هو انعدامه الثلاث الوان. ودخلنا في المين لوب قلنا له ويندو دوت فيل واللون بتاعنا وايت، وقلنا له ابديت دي عشان يعدل القيمة اللي على الشاشة، بدل ما هي الديفولت بلاك يعملها وايت. تعال ناخد الريد نحطه مكان الوايت كده، نسيف كنترول اس في 5، نظهر هنا بقت الباك جراوند بتاعتك حمرا. تعال نغيرها كمان، نحط هنا جرين، سيف رن، هنلاقيها بقت خضرا. لو جينا هنا بلو سيف هتيجي بلو، وكذلك البلاك. تمام جت بلاك. كده درس النهارده خلص، اتمنى يكون عجبكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.